لو كنتوا بتحبوا أكلات المطبخ اليمني زيي يبقى أكيد هتعجبكم وصفتنا النهاردة، وهي وصفة الفحسة اليمني اللي مهما أقولكوا قد إيه طعمها متميز وحلو جدا، وإن شاء الله هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. في حلة على النار هننزل بمعلقتين 3 زيت وبصل أبيض، وهنقلب البصل كويس قوي لحد ما يدبل. ننزل عليه ببصل أخضر متقطع مكعبات ونقلبهم، وبعدين ننزل ب4 5 فصوص من الثوم المهروسة أو فلفل حامي، وهنقلب كويس قوي. وبعدين ننزل باللحمة بتاعتنا اللي ممكن تكون لحمة ضاني أو لحمة بقري زي ما تحبوا، متقطعة قطع متوسطة، وهنشوحها لحد ما نوصل لدرجة اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. ننزل عليه ب4 5 طماطمات متقطعين مكعبات ونقلبهم حلو قوي، وبعدين معلقتين صلصة ونقلب كويس قوي ونسيبها تتسبك شوية والطماطم تنزل ميتها. ننزل ببهاراتنا كركم وحبهان مطحون وجنزبيل وكزبرة وكمون وملح، وهنسيب الفلفل الآخر عشان لون اللحمة ما يتغيرش. وبعدين ننزل على اللحمة بتاعتنا بمية مغلية ونقلب كويس قوي ونغطي عليها ونسيب اللحمة بتاعتنا تستوى تماما. ولما تستوي اللحمة هننشلها ونحطها في حلة ونبدأ نفحسها بشوكتين، يعني هنفتتها كده لحد ما تبقى بالشكل ده. هننزل عليها بمغرفتين أو 3 من الصوص اللي هو اللحمة استوت فيه، ونقلب كويس قوي ونرفعهم على النار. في الوقت ده هنبدأ نعمل الحلبة بتاعتنا اللي بيضيفوها عليها. بناخد معلقة من الحلبة المطحونة وننقعها 2 3 في مية ونغير عليها المية، وبعدين ناخدها ونحطها في الكبة، نحط عليها نص معلقة ملح وربع معلقة ملح ليمون ونضربها في الكبة وتبقى بالشكل ده. بيحطوا معاها خضرة، فبنحط عليهم فصين توم وبنحط كزبرة بكرات وممكن بقدونس وشوية مية، وبنضربها في الكبة وتبقى بالشكل ده. ونبدأ نغرف الفحسة بتاعتنا في طبق التقديم أو الطبق اللي احنا هنقدم فيه. بتبقى مش قادرة أقول لكم ريحتها حلوة قد إيه وطعمها خرافي. المطبخ اليمني مطبخ رائع بكل ما تعني كلمة رائع من معنى. هنبدأ نغرفها في الطبق بتاعنا، وبناخد الحلبة بتاعتنا بنضيف عليها معلقتين من خليط الخضرة اللي احنا ضربناه في الكبة، وبنضيفها على وش الفحسة وبتتاكل بعيش الملوح اللي عملناه قبل كده. مش قادرة اقول لكم قد ايه الوصفة دي جميلة وطعمها رائع، والمطبخ اليمني مطبخ خرافي. لو عجبتكم وصفة النهاردة أتمنى أنتوا تنفذوها، لأن داخل علينا رمضان ومحتاجين نجدد، وكل سنة وأنتوا طيبين. وأتمنى تكتبوا لي رأيكم ورسائلكم في التعليقات، وبالهنا.